اهلا البنات، لبس عليكم بخير. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الكيكه بارده ديال هذا الصيف النيت بواحد المكونات اللي جد اقتصاديه وسهله، كتوجد في ساعتها، يعني ما كتبغيش الخدمه بزاف. كيف تيبان لكم البنات، خديت بسكوي ديال ماريا وخديت معاه واحد صابلي. هذاك صابلي كنزيدو انا غير على حساب لوكو ديال الكوك باش يعطيه لي، اما تقدري تخدمي غير بماريا. يعني كتاخدي علبه ديال ماريا وديريها هكا في الهشوار وطحنوها البنات مزيان حتى كتولي على هذا الشكل هذا، كتولي بودر. من بعد البنات غادي ناخذ واحد 100 غرام ديال الزبده، الزبده اللي بغيتو حيوانيه اولا هذيك ديال البواطه. ندوبها كيف تيبان لكم، وكنبدا نزيد شويه بشويه وانا كنرملها حتى كتبان لي داك البسكويت ديالي راه بدا كيتجمع. هذه البنات راه كيكه ديال الحامض، كيكه بارده، التحت ديالها بسكوي ماشي كيك يعني كيدخل الفران. صراحه كتجي رائعه واقتصاديه وسهله في البلاصه كتوجد. كيف تيبان لكم من هنا لهنا البنات غادي نبدا نرمل فيها على هذا الشكل هذا حتى كتبان لي تلبسات كامله بديك الزبده، وكتبداو تجمعوها كتبدا تجمع معكم على شكل. صافي هنا البنات راها واجده عندي. ناخذ الطبق ديال التقديم مباشر اللي غادي نقدم فيه ولا غنخدم، كنحط فيه سيركل على هذا الشكل هذا. صافي الخليط ديالك وغادي بواحد المعلقه هكا. في الاول كنقادو غير بيدي، حتى من بعد البنات عاد كنقادو بمعلقه هكا من الجناب ونضغط مزيان فاش تكونوا كتصايبوها مزيان، بحال كتبت لينا في هذا في القالب. المهم البنات كنبقى على هذا الشكل هذا كيف تيبان لكم. ودابا غادي ندخلها الكونجيلاتور، ضروري تبقى لي واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه على ما كنوجد الكريمه ديال الحامض اللي غادي نصايب. صافي البنات كيف تشوفوا كنقاد ليها الجوانب كامله باش ما تكونش يعني جهه طالعه عندي وجهه هابطه. صافي والوجه ديالها يكون املس على هذا الشكل هذا. وهنا البنات راه واجده، غادي ندخلها الكونجيلاتور كيف قلت لكم واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه بما ما وجدت الكريمه وكنخرجها. هنا كيف تيبان لكم البنات عندي واحد لتر ديال الحليب، غادي نديرو في واحد الكاسرونه وغادي نزيد عليها البنات واحد الشرائح ديال الحامض بشكل هذا. بنات الحليب ما تزيدوش عليه الحامض يعني تعصر الحامض وتزيدي عليه راه كيخسر يولي اللبن. كنزيد غير شرائح ونخليه غير يدفى، يعني كنديرو غير فما يوصل لدرجه الغليان. انا كليكم غادي ناخذ هاد البيضه كامله، هاد الكريمه اللي غادي ترافق البسكوي اللي غادي دابا. كناخذ بيضه كامله مع واحد 4 ديال المعالق ديال السكر البنات راه كيف تتعرفوا كيبقى اختياري، يعني كل وحده دير القد اللي بغات. هنا غادي ناخذ كريم باتيسير، مستحضر الكريم باتيسير كيف تيبان لكم. هو مستحضر كريم باتيسير يعني قاعده كتمشي عليه كل نص لتر كيكونوا معاه 3 ديال المعالق، يعني حنا دايره لتر ديال الحليب غادي نمشيو معاه 6 ديال المعالق ديال كريم باتيسير. صافي هنا كيف تيبان لكم البنات غادي نكمل 6 ديال المعالق ديال الكريم باتيسير اللي قلت لكم، وغادي نزيد واحد الطانون بالنكهه ديال الفاني. ضروري البنات النكهه ديال الفاني باش يجي مزيان. كيفكم غادي نحيد الطانون وهنايا الكريمه ديالي راها واجده كنخلطها. ضروري دمجوا هاد المكونات مزيان. هذا عصير اللي خدمت به، وكنزيد البنات ضروري واحد كاس لا ربع ديال الحامض ديال الليمون. هذا نسيتو، هاتي هي اصلا راه هاد الكيكه بارده راه ديال الحامض ديال الليمون. كيف تيبان لكم هنا كنخلط مزيان هاد المكونات. ضروري البنات المكونات اللي عندنا كاملين ينسجموا مع بعضياتهم. صافي وديك الساعه هنا الكريمه كتكون عندي واجده كيف تيبان لكم. شوفوا اللون ديالها الصراحه كتجي رائعه، لا في الشكل لا في المذاق، كيبغيوها حتى الوليدات الصغار. هنا كيف تيبان لكم البنات هنا عندي واجده داك الحليب ديالي اللي كنت درت معاكم فيها دوك القشور ديال الحامض. دفيته شويه وغادي نحيد ليه دوك القشور ديال الحامض نصفيه كامل منهم كيف تيبان لكم على هذا الشكل هذا. وعاد غادي تدريجيا على الكريمه اللي صايب. كنزيد تدريجيا انا كنخلط تخلطها مزيان. فاش تكوني كتزيدي الحليب شويه بشويه، ما تسخنوش عليه بزاف يعني ما يكونش واصل لدرجه الغليان باش ما يطيبش لنا البيض. نرجع كلشي لديك الكاسرونه مع التحريك، يعني كل ما حسب داك كريم باتيسير ما يهبطش لتحت وكيتحرق، الا مشى تهبط لتحت تحرق.
صافي هنا كيف تيبان لكم البنات كيف قلت لكم غادي نرجع كلشي للكاسرونه ونديرو فوق النار تكون متوسطه مع التحريك حتى كيوجد لي. وهذا البنات كيف تيبان لكم هذا هو القوام ديال الكريمه اللي حصلت عليها. نتوما كيف تجي كتجي ثقيله كتجي مزيانه. انا غادي نخرج البسكوي ديالي وغادي نكون فيه الطبقه الثانيه اللي هي ديال الكريمه ديال الحامض. وهنا ضروري يا اما كونجيلاتور يا اما ثلاجه عاديه. واحد الا كانت ثلاجه عاديه واحد 2 سوايع كتكون واجده. كانت كونجيلاتور غير تقريبا واحد ساعه الا ربع نص ساعه كتكون واجده. كيف تيبان لكم هنايا صافي هنا غادي ندخلها وكيبقى تزيين البنات راه كيبقى تزيين اختياري. هنا انا رافقتها بهاد رايبي اقتصادي الصراحه ديال المنزل كيجي رائع. راه عندي في القناه ديالي البنات اللي ما شافوش يدخلوا يتفرجوا في الفيديو. كيجي رائع واقتصادي ما فيه حتى شي حاجه. الا كنتو بغيتو يعني فيديو ديالو بوحدو ديروها لي في لي كومونتير ونعاود نحطو لكم. وهذا البنات هو الكيك ديالي اللي صايبت اليوم ديال الحامض. صراحه كتجي رائعه. تزيين كان اقتصادي دار شويه ديال الحامض شويه ديال الفخومبواز من الفوق. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ومع السلامه في فيديو قادم.